نبدأ بمراسلة تهن أمين الجامعة التونسية للجامعة المغربية تثير الجدل. الجامعة التونسية لكرة القدم بعثت رسالة الفوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم مناسبة النجاح الباهر في تنظيم كأس أفريقيا الأخيرة. الرسالة بعثت البارح 22 جانفي ولا أعلنت عليها لا الجامعة التونسية ولا الجامعة المغربية، لكنها خرجت في وسائل الإعلام المغربية. نقرأ نص الرسالة وحتى المضمون، يعني الرسالة هذه حاجة عادية لكن تحكي عليها برشا. نعطيك النص متاع الرسالة هذه. لقد أثبتت المملكة المغربية الشقيقة مرة أخرى قدراتها التنظيمية الكبيرة ومستوى عاليا من الاحترافية في احتضان التظاهرات الكبرى بما يشرف كرة القدم الإفريقية والعربية. كما نود أن نعبر لكم عن بالغ شكرنا وامتناننا لحسن الاستقبال الذي حظي به الوفد التونسي ولجودة الضيافة وحفاوة الترحيب وتوفير جميع ظروف الراحة والطمأنينة، وهو أمر ليس بمستغرب عن الشعب المغربي الشقيق. إن هذا النجاح التنظيمي يعكس الرؤية المستنيرة والجهود الكبيرة التي تبذلونها من أجل تطوير البنية التحتية الرياضية في بلدكم، ما يجعل من هذه النسخة محطة مضيئة في تاريخ القارة. ونتمنى لكم وللكرة المغربية مزيدا من النجاح والازدهار، مع تأكيد تمسكنا الدائم بتعزيز روابط الأخوة والتعاون بين جامعتينا خدمة للرياضة في بلدينا الشقيقين.